بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياه نعبد ونستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي شرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إننا بحاجة اليوم في هذا العالم الذي تغلب عليه القسوة وقلة الرحمة، ويغلب عليه تعاظم العظيم وكثرة أنصاره والاستهزاء بالضعيف وعدم نجدته، ينبغي أن نذكر برحمة ربنا وبرحمة نبينا صلى الله عليه وسلم وبرحمة ديننا. إن ربنا رحيم، وقد وصفه بالرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمة صفته والعذاب فعله، ولم يصف نفسه بالعذاب، بل قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يذنب عباده فيغفر لهم، يخطئون فيمهلهم، يعصونه فلا يعاجلهم بالعقوبة. غلبت رحمته عذابه سبحانه وتعالى. هذا ربنا الرحيم، ولكنه لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء ويختار، وكل فعله عدل ورحمة. وقد يرحم من في ظاهره في العذاب، وقد يعذب من هو في ظاهره في السعادة، فرحمته وعذابه أعظم محالهما هو القلب. ونبيه صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم، ويعز عليه ويشق كل ما يشق على البشرية عموما. وهو رحيم في الحرب ورحيم في السلم. رحيم في السلم مع الضعيف، لا يقسو على ضعيف. رحيم مع الصغير، يحمل ابنته أمامة بنت أثال في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، ينزل من على المنبر عندما يرى حفيده يمشي بين الصفوف ويأخذه بيده صلوات ربي وسلامه عليه. رحيم ببناته صلوات ربي وسلامه عليه: فاطمة مني يريبني ما أرابها، إذا دخلت عليه بيته قام إليها وسلم إليها، ما ضربت يده امرأة ولا صبيا صلوات ربي وسلامه عليه، وما غضب لنفسه قط، ودعا ربه عز وجل أنه إن دعا على أحد من أمته لا يستحق أن تكون تلك الدعوة رحمة له. فهو رحيم في السلم، ورحيم كذلك في الحرب صلوات ربي وسلامه عليه. رحيم في الحرب، شجاع في وقت الشجاعة، ولكنه إذا تغلب رحم، ولا تظهر رحمة الرحيم إلا في وقت تغلبه. ولهذا إنما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة. فإذا كنت عاجزا فإنك لا توصف بالرحمة، بل قد توصف بالذلة والمهانة إن خضعت للظلم ولم تفارقه على الأقل. ولكن الضعيف مهما كان حاله لا يوصف بالرحيم، لأنه لا يدرى حاله إذا قوي ماذا يفعل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا غلب وقوي سلطانه وبسط سيطرته على العباد ظهرت رحمته، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما أسلم ثمامة بن أثال رضي الله عنه في قصة إسلامه المشهورة، كان أمير بني حنيفة، كان بنو حنيفة هم الذين وكان بنو حنيفة يسيطرون على اليمامة، وكان أهل اليمامة تأتي من عندهم ومن أراضيهم الخيرات لأهل مكة. فلما أسلم قال لأهل مكة: لا يأتيكم طعام ولا خير من اليمامة حتى تتبعوا محمدا. فلما جاع أهل مكة ماذا حصل؟ كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدناك وصالا للرحم. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم الميرة، مع أنهم في ذلك هم شر خلق الله.
طاردون لأعظم شخص مشى على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه من مكة، آذوه وقتلوا أصحابه وفعلوا الأفاعيل، ومع ذلك وكانت هذه الوقعة بعد الأحزاب، ومع ذلك لم يقطع عنهم الطعام ولا الشراب صلوات ربي وسلامه عليه. ولما دعا عليهم واستجاب الله دعاءه لما أبطأت عليه قريش كما في البخاري، فدعا عليهم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم جدب عظيم حتى كانوا ينظرون فيرون الدخان في السماء، وكاد أن يقتلهم الجوع، وصاروا يأكلون العظام والجلود. كتبوا إليه أن يستسقي فاستسقى لهم، طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم المطر. هذا بعض من مظاهر رحمته. ولما أسار بدر أحسن إليهم، وكان فيهم من الظالمين الذين آذوه كل الأذية النضر بن الحارث، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستحق القتل. ومع ذلك لما جاءته أبيات رقيقة من أخت النضر بن الحارث قتيلة، وتقول في تلك الأبيات: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ماء تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق، أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق، أو كنت قابل فدية فلناتيا بأحب ما يغلو لديك وينفق، فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. فبكى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها لو بلغته الأبيات قبل قتله لما قتله، أي لشفع أخته فيه، وما قتل أسيرا بعد ذلك، إنما قتل 2 من أسار بدر ولم يقتل بعد ذلك أسيرا منهم، وكان يحسن إلى الأسير ويعطيه حقه، وكان الأسارى يوم بدر يطعمهم أصحابه الخبز ويأكل أصحابه التمر. كان هذا مظهر من مظاهر رحمته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وأمته أمة الرحمة، وهو رحمة للناس في الدنيا، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ورحمة لهم في الآخرة فيشفع للجميع. أما نحن مع الأسف اليوم ففي عالم منافق كذاب أفاك يدعي الإنسانية ويدعي الرحمة، ومع ذلك يحبس الطعام والشراب عن 2 مليون من الناس ليموتوا جوعا وعطشا ولا أحد يبكي لهم. يجرب الأسلحة الفتاكة على الخدج وعلى الرضع، وديننا يأمر بعدم قتل المرأة وقتل الصبي وقتل الأسير. في غزوة أحد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة سيفه وقال اضرب به وجوه العدو، فأخذه أبو دجانة وأنشد أبياته المشهورة. وفي أثناء المعركة رفع سيفه على إنسان في أثناء الصف يقاتل مع الأعداء، فلما رفع السيف والولت فعلم أنها امرأة فرفع السيف عنها. هذه أخلاق ديننا. أما أخلاق الكفرة الفجرة الظالمين والمنافقين المناصرين لهم فهي ما تشاهدونه اليوم. لقد ابتلاهم الله وامتحنهم بأن جعل تحت أيديهم القوة والسلاح الفتاك، ومع ذلك يجربه هؤلاء الجبناء على الأطفال وعلى الرضع وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى الأرامل، ويقطعون الطعام والشراب على البشر. ولو أن إنسانا حبس الطعام والشراب عن هرة أو عن حيوان حتى مات جوعا لدخل بذلك النار. جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بني إسرائيل دخل الجنة بسبب شربة ماء أعطاها لكلب عطشان. أما هذا العالم الذي يدعي التحضر ويدعي حقوق الإنسان فإنه يحبس الطعام والشراب عن الناس، عن أكثر من 2 مليون من البشر. أين نحن؟ في هذه الأحداث ظاهرها شر ولكن باطنها خير. إنها تجلي حقائق الناس وتجلي حقائق الكذب الزائف والترويج للغرب الذي ملأ أسماعنا وأبصارنا،
وتدحض حجج الكذابين الأفاكين الذين ما زالوا يرون أن ديننا دين تخلف، وأنه رجعية، وأن حقوق الإنسان إنما هي مع الغرب، وأنه ثم في فجأة يظهر كذب الجميع، وفي المواقف يظهر الحق من الباطل. واسألوا التاريخ إذ فيه العبر تجدون رحمة الإسلام وتجدون ظلم وطغيان الكافرين الأفاكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يجعل العاقبة لهم، وأن يرثهم أرضهم ومن عليها وما عليها، وأن يمكنهم من رقاب عدو الله وعدوهم يقتلون ويأسرون، وأن يرد كيد الأعداء المغلوبين مقهورين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم أرنا تلك الصورة عاجلة في أهل غزة وفي فلسطين كما أريتها لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن أحزابه يا رب العالمين.